موجود دلوقتي في النادي الاهلي قدامنا على الشاشه. عمرو، مساء الخير. مساء النور كابتن سيف، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدين الكرة مع الحياة وشبكة تلفزيون الحياة. يمكن خليني اقول لك يا كابتن زي هاخد منك جملتك الاخيره. احنا هنا في النادي الاهلي من الساعه 9 صباحا، يعني متابعين لاجواء الجمعيه العموميه لمناقشه الميزانيه في لقاء خاص جدا وحصري للكرة مع الحياة ومع الكابتن سيف زاد. يسعدنا أن يكون معنا الكابتن أو المهندس محمود طاهر، يعني أو أقدر أقول عريس الليلة النهاردة بعد اللي شفته وشوش الناس والجمعية العمومية قد إيه مبسوطة، قد إيه الكلام اللي كنا إحنا بنسمعه. يعني لأول مرة أشوف الجمعية العمومية النادي الأهلي سعيدة بهذا الإنجاز اللي تحقق داخل النادي الأهلي وتطورات داخل النادي الأهلي. باشمهندس، يعني ابارك لك النهارده واقول لك الف مبروك اعتماد الميزانيه النهارده، والجمعيه العموميه بتدي درس وماذا يعني الموافقه على الميزانيه النهارده. طبعا مساء الخير يا كابتن سيف اولا، وبعدين احب ابارك لك وابارك لمصر كلها النهارده على اللي تحقق في نيجيريا، وان شاء الله تكون دي اول خطوه في سبيل الوصول لكاس الامم الافريقيه وكاس العالم، وتبقى دايما مرحله انتصارات بالنسبه للمنتخب بتاعنا اللي بيفرح مصر كلها. ما يخص الجمعيه العموميه، اعتقد ان انتوا شفتوا النهارده جمعيه عموميه النادي الاهلي واحده من ارقى واوعى الجمعيات العموميه في مصر. الحقيقه انا بتشرف باني بنتمي لهذه الجمعيه العموميه، مش ان انا رئيس مجلس اداره، لا، انا بنتمي للجمعيه العموميه دي اولا واخيرا. النهارده الجمعيه العموميه ادت درس للناس كلها كيف تؤيد ناديك وكيف تحافظ على ناديك، ومظاهره في المطالبه باستقرار النادي الاهلي والمطالبه باستقرار وليس مجلس اداره. مش عايزين نتكلم على مجالس ادارات ومش عايزين نتكلم على مجلس اداره. الجمعيه العموميه النهارده جمعيه تاريخيه بارقامها كلها. عمرو، عايز اسال المهندس محمود، يعني النهارده شعوره بنتيجه الجمعيه في الحرب الشرسه في الفتره الماضيه دي. اعتقد ادت درس الجمعيات العموميه في مصر كلها لما حست انه ناديها محتاجها، كانت موجوده بكثافه وبوعي وبادراك، والحمد لله ان هي صحيح حملتنا مسؤوليه اكبر كما حملتنا هذه المسؤوليه في الانتخابات. كابتن سيف، عايز اسالك، بيقول لك يعني كيف استقبلت وجود هذا الكم من اعضاء الجمعيه العموميه رغم يعني الحرب اللي على مجلس دعوات بعدم رفض الميزانيه من قبل، يعني عايزين نقول بعض اللي عايزين يهدوا كيان النادي الاهلي؟ شوف، يعني اي مؤسسه واي كيان واي حاجه بتبقى ماشيه كويس بتتعرض لهجوم وبتتعرض لنقد. احنا كمجلس اداره هل النهارده الجمعيه دي ادت ايحاء للمهندس محمود ان قراره بالاستمرار سواء معين او منتخب كان صح حضرتك بتقول عليه؟ انما اعتقد النهارده كان الجمعيه العموميه بتدي درس لاي حد بيحاول يهدم استقرار النادي الاهلي، مش اي حد بيعارض. نحن نرحب وبنقول الكلام ده دايما. مجلس الاداره بيرحب بالنقد البناء، بيرحب بالنقد داخل البيت، بيرحب باي نقد موضوعي احنا بنتقبله، وهو ده دورنا. ان احنا مفيش مؤسسه بتشتغل من غير اخطاء، مفيش منظومه اداريه بتشتغل من غير اخطاء، لابد ان يكون هناك اخطاء. اللي يقول لك ما عنديش اخطاء يبقى بيكذب عليك. يبقى اذا احنا لازم نتقبل ان احنا عندنا اخطاء، ولازم نعمل على اصلاحها وعلى توجيهها التوجيه الصحيح. وده اللي احنا بنعمل عليه. مجلس الاداره بيتعرض لضغوط شديده جدا، بيتعرض لمسؤوليه شديده جدا من يوم ما جه. النهارده المسؤوليه دي بتزيد اضعاف اضعاف مضاعفه بعد اللي حصل. احنا بقالنا سنين طويله بننادي. الحقيقه انا احسن تعليق سمعته من عضو جمعيه عموميه، قال لي احلى ما في هذه الجمعيه العموميه، وهو مش عضو عادي، هو الدكتور علاء مشرف نائب رئيس اللجنه الاولمبيه. قال لي احنا كنا دايما بيتقال لنا مش عايزين نحضر الجمعيه العموميه. احنا لاول مره في تاريخ الجمعيات العموميه الناس بتقول لنا من فضلكم احضروا الجمعيه العموميه، ومن فضلكم تعالوا، ومن فضلكم حاسبونا. ودي الراحل صالح سليم الرمز بتاعنا كلنا هو اللي كان بيقولها دايما، من فضلكم يا جمعيه عموميه تعالوا وحاسبونا وقولوا لنا
واللقاءات والتواصل بين مجلس الاداره والجمعيه العموميه ده حاجه مهمه جدا، لازم تفضل ولازم يستمر هذا التواصل. يعني ما فرقش سواء كان المجلس معين او منتخب يا باشمهندس وحضور اعضاء الجمعيه العموميه؟ شوف انا يمكن ما كملتش الجمله اللي فاتت لما قلت ان احنا عمرو، راي المهندس محمود طاهر في من شككوا في الميزانيه، لم نلتفت الى اي نقد او اي تربص او اي ترصد او اي محاوله للتشهير. احنا كان كل همنا ان احنا ننجز ونشتغل ونؤدي اللي احنا وعدنا بيه جمعيتنا العموميه. كون بقى يحصل اي مشاكل في النص، مشكلة المجلس المعين والمجلس المنتخب، لا أنا آسف وأنا بكررها وبقولها دايما، نحن مجلس منتخب. أنا اسمي محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة المنتخب، الحاج محمد عبد الوهاب، الأستاذ عماد وحيد، الدكتور أحمد سعيد، الأستاذ كامل زاهر، مش عايز أنسى اسم واحد من أعضاء مجلس إدارة. كل أعضاء مجلس إدارة سواء اللي اعتذروا عن التعيين أو اللي قبلوا التعيين هما المجلس المنتخب. اللي اعتذر عن التعيين زي ما قلنا له وجهة نظره، إن شاء الله يوم الأحد يرجع هذا المجلس بكامله وبكامل هيئته ويواصل المسيرة ويحقق إنجازات مضاعفة عن اللي تم تحقيقها في السنتين اللي فاتوا. كابتن سيف بيسألك برضو رأيك كيف في بعض المشككين اللي هم شككوا في عدم قبول الميزانية؟ تاني، نحن لا نلتفت. احنا عملنا ميزانية بنفخر بيها كأهلوية، بنفخر بيها كنادي أهلي، أكبر ميزانية في تاريخ الأندية في الشرق الأوسط. ما اعتقدش يعني اي تشكيك فيها يبقى نوع من انواع العبث الحقيقه. يعني اللي يقول 259 مليون، هل الخماسي المعتذر من المجلس يا عمرو كان موجود النهارده في الجمعيه العموميه لموازنه المجلس؟ احنا ما احناش مؤسسه هادفه للربح، احنا كل الفلوس والفائض واي حاجه بتبقى. طيب هنرجع تاني اللقاء مع المهندس محمود. الحقيقه لقاء مهم جدا بننفرد بيه عبر شاشه الحياه على الهواء مباشره.